السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. اليوم خرج يحيى سريع ليعلن عن إنجاز عسكري جديد للحوثي، والمتمثل في إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9. بعد غياب طويل خرج السيد يحيى سريع ليعلن عن هذا الإنجاز العسكري الحوثي الذي يزيد من التأكيد على أن التهريب للحوثيين متواصل، بل واشتد في الأسابيع القليلة الماضية. ومنه ما تحدثنا عنه طوال الأسبوع الماضي عن إعلان القوات الأمريكية عن محاولة لإسقاط طائرة F-16 أمريكية عن طريق نظام دفاع جوي صاروخي حوثي جديد لم تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية من قبل. الصاروخ الذي أوشك على إسقاط طائرة F-16 الأمريكية الآن يسقط طائرة بدون طيار أمريكية من نوع MQ-9 داخل الأجواء اليمنية. وخرج يحيى سريع الذي غاب عن المشهد اليمني لمدة طويلة جدا، خرج ليعلن بكل افتخار أن الحوثيين الآن قد أسقطوا هذه الطائرة الأمريكية، والجيش الأمريكي أيضا أكد إسقاط هذه الطائرة الأمريكية. الآن ماذا فعل الحوثيون؟ الآن الحوثيون رسميا فتحوا أبواب الجحيم على كل اليمنيين. الآن الحوثيون أعطوا الضوء الأخضر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل أن يبدأ الهجوم الذي طالما انتظره ضد الحوثي. يقول الحوثيون إن هذا مجرد رد بسيط على القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الحوثيين وتصنيفهم أولا منظمة متطرفة، تصنيفهم في اللائحة السوداء، ثم القرار الذي صدر بالأمس وتصنيف أحد أكبر القيادات الحوثية وهو مهدي المشاط ومحمد عبد السلام، وأيضا محمد علي الحوثي ومجموعة من المسؤولين العسكريين والسياسيين الآخرين في اللائحة السوداء الأمريكية. الآن يعتبر هذا كأول رد حوثي على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يحيى سريع قال إن هذه الطائرة الأمريكية كانت في عملية عدائية داخل الأراضي اليمنية، وتحديدا في محافظة الحديدة، وأنه تم إسقاطها أيضا في محافظة الحديدة. يعتبر ما فعله الآن الحوثيون بالنسبة للرئيس الأمريكي فرصة لا تعوض، أولا من خلال زيادة الضغط الاقتصادي والمالي وحتى العسكري على الحوثي. الآن كل تركيز الرئيس الأمريكي على الحوثيين كان من الناحية المالية والاقتصادية. عسكريا لم يتخذ أي إجراءات ملموسة ظاهرة وواضحة ضد الحوثيين في الآونة الأخيرة، لكن هذا التحرك العسكري للحوثيين فتحوا أبواب جهنم عليهم من خلال ما سيقرره الرئيس الأمريكي من الآن وصاعدا كرد على هذا الهجوم الخطير للحوثيين وإسقاطهم لهذه الطائرة الأمريكية المتقدمة من نوع MQ-9، والتي هي فخر الصناعة الأمريكية بالمناسبة. الآن يجري الحديث لدى مختلف المحللين العسكريين من أين جاء الحوثيون بهذه الصواريخ التي أسقطوا بها هذه الطائرة من جهة، ومن جهة ثانية كادوا أن يسقطوا طائرة F-16 الأمريكية كما صرحت القيادة المركزية الأمريكية. من أين جاء الحوثيون بهذه الصواريخ؟ هذه الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي التي يستخدمونها في إسقاط هذه الطائرات التي قلنا هي فخر الصناعة الأمريكية، هي طائرات متقدمة وتملك طبعا رادارات وتملك تشويش وتملك قدرات لتجنب طبعا أنظمة الدفاع الجوي. وبما أن الحوثيين قد تعرضوا لضربات عسكرية قوية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحتى إسرائيل، وخصوصا مخازن السلاح التي تخزن مثل هذه الأسلحة، فمن أين حصل الحوثيون على هذه الأسلحة؟ هل هذه الأسلحة جاءت من مخازن لم تتعرض للقصف، أم أنها قد وصلت عن طريق التهريب؟ الولايات المتحدة الأمريكية قامت بقرار مهم جدا في هذا الصدد بخصوص الحوثيين وتصنيفهم منظمة متطرفة وتصنيف قيادتهم في اللائحة السوداء. الولايات المتحدة الأمريكية رصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بأي معلومات تفيد أو تساهم في تدمير الشبكة المالية للحوثيين. 15 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لأي فرد أو مؤسسة
تساهم في كشف الشبكة المالية التي يستخدمها الحوثيون في تعاملاتهم طبعا المالية مع الدول الأخرى أو حتى داخليا. 15 مليون دولار بالإضافة إلى تهديدات قوية جدا، تهديدات قوية جدا وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لأي مؤسسة أو أي فرد أو حتى أي دولة تتعامل مع الحوثيين ماليا في هذه الفترة التي تم تصنيفهم رسميا كمنظمة متطرفة وإدخالهم في اللائحة السوداء. السؤال: كيف ستتعامل المملكة العربية السعودية مع هذه الوضعية الجديدة؟ المملكة العربية السعودية التي أعلن طبعا سفيرها في اليمن محمد الجابر بالأمس فقط، وذلك في لقاء جمعه مع سفير عراقي في عمان، أن المملكة العربية السعودية ماضية في خارطة الطريق، ماضية في إيجاد حل سلمي للقضية طبعا اليمنية. وهنا المشكل: كيف ستتعامل المملكة العربية السعودية مع هذا التصنيف الجديد؟ الآن يحظر على أي دولة، أي مؤسسة، أي كيان التعامل مع الحوثيين، فكيف ستتعامل معهم المملكة العربية السعودية؟ وهل سيكون هناك صدام حقيقي مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حل الأزمة اليمنية والمضي قدما في خارطة الطريق؟ هذا هو السؤال الذي يطرح الآن. أيضا ما قاله محمد البخيتي في تغريدته الأخيرة، والذي قال: الآن ما دام أن ترامب قد صنفنا هذا التصنيف الجديد، كيف سيتعاملون معنا هنا، أي الشرعية في الداخل اليمني؟ هل سيتعاملون معنا وفقا للتصنيف الترامبي للإدارة الأمريكية الجديد على أننا منظمة متطرفة ونحن الآن قد دخلنا في القائمة السوداء؟ وبالتالي فإن تعاملوا معنا على هذا الأساس سيكونون بالفعل قد قضوا على أي بادرة للسلام، وسيكون خيار الحرب هو الخيار الوحيد المطروح على الطاولة، ما داموا أنهم لن يتفاوضوا معنا على هذا الأساس وهذا التصنيف الجديد، فإن خيار الحرب سيبقى هو الخيار الوحيد لنا ضد هؤلاء طبعا الشرعية، وأيضا كل من يساند الشرعية، المملكة العربية السعودية والإمارات أو أي دولة أخرى. وبالتزامن مع كل هذا هناك تحركات عسكرية قوية جدا ومعارك مشتدة خاصة في مأرب. لذلك قال عبد السلام محمد رئيس مركز أبحاث للدراسات كلاما منطقيا جدا، قال: الحوثيون اليوم يعيشون آخر أيامهم، ويعلمون جيدا أنهم يعيشون آخر أيامهم، ويعلمون جيدا أن اليمنيين متربصون بهم، ويعلمون أن نهايتهم اقتربت، ولكنهم لا يعلمون كيف سينتهون ولا الوسائل التي سوف يتم استخدامها في إنهائهم، ولا التوقيت الذي سوف يكون فيه بداية هذا الانتهاء. هم لا يعلمون هذه الأشياء، لذلك سوف يصوبون بندقياتهم صوب الجميع، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، سوف يهددون الجميع، سوف يحاولون نشر الفزع والخوف في كل مكان. وهذا بالضبط ما وقع حين بدأ كبار المسؤولين الحوثيين بتوجيه رسائلهم التهديدية في اتجاه الداخل والخارج تجاه الشرعية والحكومة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في كل مكان. وهذا يؤكد أن الحوثيين بالفعل يحسون بقرب نهايتهم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن المتابعة والتواصل، وفي أمان الله، وإلى الفيديو القادم بإذن الله تعالى.